صباح الفل يا صباح الجمال على احلى اخوات وعلى احلى متابعين. لو اول مره تدخلوا قناتي انا رشا. النهارده بقى هعمل لكم وصفه هتحبوها جدا، والصغيرين والكبار كمان بيموتوا فيها. ايه هي الوصفه؟ هنعمل الفراخ بتاعه المصانع اللي احنا بنحب كده نجيبها جاهزه ناخدها ونقليها على طول. بس انا النهارده هعملها لكم بمقادير ومكونات بسيطه جدا جدا، وهتعمل معايا كميه حلوه ومش هتكلفني ربع اللي انا بشتريه من بره. يعني الكيس او الباكت شوفوا كام جرام. انا هعمل لكم كميه يعني بربع الثمن اللي بتشتريه من بره، هتعمليها في البيت وتجيكي كميه حلوه. انا عندي هنا صدرين من الفراخ هقطعهم كده قطع صغيره، وعشان هفرمهم في الكبه بتاعتي، بدل ما احطهم يعني كده ويبقوا ما يتفرموش قوي او يبقوا تقال على الكبه. فانا بقطعهم مكعبات كده واحطهم في الكبه بتاعتي. بس قبل ما نبدا بقى وصفتنا، يلا حطوا لي لايك وكومنت حلو منكم ليا، او بقول لكم قطعتها قطع صغيره. يلا بقى بينا نحطها في الكبه ونشوف هنحط ايه تاني معاها. هبتدي بقى ان انا كده احطها كلها في الكبه، واحط بقى هنا معاها ايه. هحط مكعب مرقه، عندك لبن بودر حطي معلقه، معلقه صغيره بيكنج باودر. هحط البيكنج باودر ليه؟ علشان خاطر ما يكتمش الفراخ معايا، تبقى هشه كده ومش مكتومه. وهنزل كمان بكوبايه الفيجيتار الجاهز اللي من عند العطار، الفيجيتار اللي هو المتبل دوت الناعم. هاخد كده كوبايه منه حلوه، وانزل واضرب كل الحاجات الحلوه دي كده مع بعضها. هتحطي حاجه تانية يا رشا؟ لا، هنشوف دلوقتي هنحط حاجه تانية ولا هنكتفي بالمكونات دي. طبعا هنا المرقه فيها ملح وفيها فلفل وفيها توابل، والبقسماط بتاعي دوت او الفيجيتار دوت برضو فيه توابل، فمش هحط ملح لاني مش هحتاج ملح هنا وهنا، فملحها ان شاء الله هيطلع مظبوط. ولو حابه برضو تدوقي وتحطي براحتك. هنا بقى هفرمهم فرم جامد جدا، انا عايزاها تتفرم معايا كويس جدا زي ما انتم شايفين كده. بصوا واحده واحده كلها هتندمج مع بعض كده، وهتبقى عامله زي العجينه ايه اللي ملزقه سنه. طب انا هعمل ايه في العجينه دي؟ هجيب كده ايدي معايا كده بوله فيها حبه زيت، اخد بقى احط في ايدي زيت وامسك العجينه دي كده كاني بعجن فيها، كاني عجينه في ايدي عادي مش عجينه فراخ. وهظبطها وهعملها بقى الشكل دوت اللي هو بيبقى عريض من فوق كده ونازل من تحت كده بسحبه، نفس شكل قطعه الفراخ اللي احنا بنشتريها من بره. هوريكم دلوقتي في النهايه خالص شكلها كلها على بعض زي اللي بنشتريها من بره، بس بالعكس دي احلى لان طبعا فيها فراخ. التانية معظمها بتبقى عجينه فراخ. ايه عجينه فراخ؟ بتبقى توابل ودقيق وحاجات كده وما فيهاش فراخ خالص. بظبط بقى انا كده القطعه معايا كلها زي ما انتم شايفين، وهجيب بقى طبق عندي مدهون كده فيه زيت او صينيه او ايا كان انت هتحطي فيها الفراخ بتاعتك دي. القطعه دي اهي بصوا شكلها بقت عامله زي القطعه اللي احنا بنشتريها من بره، ولسه كمان حجمها هيتضاعف لما نحطها في الكفر وكمان تتقلي زي ما انتم شايفين. هاخد بقى كده ادهن ايدي بالزيت بيسهل معايا على طول، وكده افضل اعجن كده في حته القطعه اللي معايا العجينه اللي معايا دي، واظبطها كده واشكلها. عايزين تشكلوا شكل تاني مفيش اي مشكله، بس انا جايبها لكم فعلا نفس الشكل اللي احنا بنشتريه من بره. بس كده سهلة مفيش أي حاجة خالص، سهلة جدا ما كلفتنيش أي حاجة. صدرين فراخ عملوا لي كل الجمال والحلاوة دي كلها، ولو كنت أنا كمان صغرتها عن كده كانت هتديني كمية أكبر. أنا حبيت إن أنا أخليها كبيرة كده، لو انتوا عايزين تصغروا هتديكم كمية أكتر. أهو زي ما انتوا شايفين بقى هكمل كميتي كلها وارجع نشوف هنعمل ايه تاني. انا بقى هنا بعد ما هخلصها، اول طبقه طبعا هخلصها هنزل عليها كده بكيس تلاجة او اي كيس موجود عندك، علشان خاطر ما يلزقوش القطعتين فوق بعض، تبقى سهله معايا لما اشيلها، تبقى سهله معايا. هكمل بقى الكميه بتاعتي واحطها في التلاجة. حطيها بقى براحتك، انا هحطها الوقت اللي انا هحضر فيه الكفر يعني في حدود نص ساعه كده، اخليها تتمسك شويه. لو عايزه تشتغلي فيها كده على طول مفيش اي مشكله خالص، اشتغلي فيها. اهو بصوا بقول لكم اهو انا حاطه الكيس علشان خاطر ما تلزقش تحت بعضها. وصفة سهلة وإن شاء الله يا رب تعجبكم، وتكتبوا لي كده في الكومنتات. جبت بقى الكبة بتاعتي، هنزل كده الكريسبي دوت بيتباع عند العطار دوت طبعا متبل، في منه مش متبل. لو مش متبل حطي شوية بصل بصل بودر، توم بودر، ملح، فلفل اسود، شوية بهارات، وهيتبل معاكي. هطحنه كده بقى طحنتين حلوين عشان ابدا. انا عايزاه مش عايزاه ناشف قوي يعني، مش عايزاه اللي هو قبل ما يتطحن. هطحنه كده وهيبقى برده كريسبي. ومعايا بوله كده فيها ميه، البوله فيها ميه ليه؟ هنتبل كمان الميه دي، نحط لها كده بصل بودر، توم بودر، شويه بهارات فراخ، لو حابينها سبايسي حطوا كده شويه شطه، ونديها تقريبه حلوه. وهنقول لكم دلوقتي ليه. انا عندي القطع الفراخ بتاعتي انا ما عنديش ولا بيض بقى ولا حليب ولا اي حاجه خالص، هنزلها في التتبيله الحلوه دي تاخد نكهه، وتبقى برده يعني فيها كده ايه ماده سايله ان هي تلزق في الكفر. هاخد القطعه كده وانزل بيها زي ما انتم شايفين، يعني مش هحطها في الميه كتير، وهصفيها كويس جدا، انا مش عايزه فيها ميه خالص، يا دوبك بس اللي هي تمسك في الكفر بتاعي. هنزل بقى كده، لازم ايدي تكون ناشفه
اضغط بقى كده، اضغط على الفراخ بتاعتي او القطعه بتاعتي دي كده بايدي. ولو حابين تكتفوا ان انتوا تحطوها في الكفر دوت مره واحده مفيش اي مشكله. حابين تعملوها زي تحطوها كده ترجعوا تاني للميه وتعملوا الكفر مره تانية بيبقى مقرمش وشكله جميل. هاخدها بقى انا كده وهنزل بقى بعد ما اضغط عليها هنزلها تاني في الميه واعمل لها كفر للمره التانية. بصوا الجمال، بقول لكم لو عايزين تكتفوا بيها كده مفيش اي مشكله خالص. عايزين تعملوا زي حالاتي مرتين هتبقى احلى واحلى. هصفي برضو منها الميه وانزل تاني على الخلطه بتاعتي بتاعت الكريسبي دي، وهتبقى شكلها يا جماعه زي اللي بنشتريها من بره، بس الفرق ان هي طعمها احلى بامانه. طبعا انت خدماها ومش حاطه فيها بقى عجين البهارات والكلام ده، لا احنا حاطين فراخ ومتبلينها وحاجات كده ما شاء الله علينا. بصوا الجمال والقطع طالعه عظمه ازاي. يا سيدي على الجمال والحلاوه، عظمه بجد والله العظيم. اتمنى ان انتوا تجربوها. بحب اسهل عليكم الوصفات زي ما انا ببقى كده عايزاها سهله عليا. اي حاجه بتبقى بالنسبه لي مش مكلفه وسهله بحب انزلها لكم. هنزل بقى بالقطعه التانية كده نفس الطريقه، هنزلها برضو في الميه المتبله دي وصفيها كويس جدا، وانزل بقى على الكفر بتاعي ده اديها كده مره من الكفر وانزلها تاني في الميه، وبعد كده ارجع تاني احطها في الكفر وهتطلع معايا بقى الكميه ما شاء الله زي ما هتشوفوها دلوقتي. ناخدها بقى نشيلها، عايزين تخزنوها في الفريزر، عايزين تبتدوا فيها وتاكلوها مفيش اي مشكله. انا اعطيتك الفكره وانت اعملي كل اللي تحبيه. عايزه تزودي الكميه وتشيليها وقت لما تبقي محتاجه او الوقت عندك ضيق او ما عندكيش اكل، هتطلعها من الفريزر على القلي على طول مفيش اي مشكله. زي ما انتم شايفين بضغط على الكفر بتاعي بس بالراحه مش بالجامد، يعني بضغط عليه بايدي كده بطرف صوابعي علشان يتماسك معايا. وعملنا بقى بربع الكميه، عملنا كل الكميه الحلوه دي كلها. مفيش احلى ولا اسهل ولا اجمل من كده. ايه رايكم؟ الشكل بيتكلم عن نفسه. بصوا العظمه، الحجم اتضاعف لما حطينا الكفر وهيتضاعف كمان لما يتقلى عشان احنا حطينا فيها بيكنج باودر. يلا بقى بينا كده نجيب الطاسه بتاعتنا، هنشيلها في الفريزر بقى شويه تتماسك. لو هتشتغلي فيها على طول مفيش اي مشكله. جبت الطاسه بتاعتي كده وحبيت ان انا اوريكم ان انا هقليها قدامكم، وفعلا حجمها هيتضاعف. الزيت سخن معايا، اول لما هنزل كده هوطي على الزيت بتاعي عشان انا عايزاها تستوي. هي اوريدي كده كلها مفرومه بس برضه انا مش عايزاها تدي لون من بره وتبقى نيه من جوه. وطيت بقى على الزيت بتاعي، هقلبها بقى اول لما بقى تدي لون الذهبي الحلو هقلبها على الجنب التاني واصفيها كده في مصفى. وبألف هنا على عيونكم. وصفة سهلة وتستاهل اللي انتوا تجربوها. يا رب كده الفيديو يكون خفيف ويعجبكم. بحبكم قوي قوي قوي، بحب انزل كل حاجة سهلة معاكم. انا بقى هنا عملت معاها شوية رز مبهر، عايزين تاكلوها كده مع شوية سلطات طحينة، سلطة خضراء، وحمرت شوية بطاطس. بقول لكم بصوا فتحتها من جوه الشكل يا جماعة عظمة بجد. ايه رأيكم؟ يا رب تعجبكم وتنال اعجابكم. اشوفكم في فيديو جديد، وكنت معكم رشا السيد. يا ريت بقى تعملوا لنا بقى اعجاب بقى للفيديو، لايك وتشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديوهاتي الجديدة، واعملوا عليها عليك كل. ايه رأيكم؟ اشوفكم في فيديو جديد وسلام.